ممكن تفقد شغلك في أي لحظة، مش بسبب مديرك لكن بسبب سطر كود. الذكاء الاصطناعي بيغزو كل الصناعات، تصميم، كتابة، برمجة، حتى الطب. بس السؤال الحقيقي، هل الذكاء الاصطناعي عدوك ولا فرصتك تبقى مليونير؟ في الفيديو ده هنكسر المعلومة اللي الناس كلها بتكررها: الذكاء الاصطناعي مش هيقتل الشغل، هيقتل الناس اللي مش عايزين يتعلموا الجديد. بس اللي عايز يتعلم ده وقته يطير. سواء كنت موظف، طالب، أو حتى بتدور على شغل، لازم تسمع اللي جاي كويس جدا. في 2024 أكتر من 300 مليون وظيفة اتأثرت بالذكاء الاصطناعي، بس في المقابل آلاف الناس بقوا مليونيرات من مشاريع بسيطة باستخدام أدوات زي شات جي بي تي، ميد جيرني، فاو، 11 لابز، أوتو جي بي تي. كل يوم بيظهر شغلانات جديدة. AI Prompt Engineer، مبرمج بيستخدم AI. منتج محتوى فيديو باستخدام الذكاء. Voice Cloning، انت مش محتاج تكون عبقري، انت محتاج تبدأ. لو نفسك تستفيد بجد من الذكاء الاصطناعي، اتبع الخطوات دي. اتعلم أساسيات البرمجة بايثون مثلا، اللي لسه تفتح لك أبواب ضخمة. استخدم أدوات ال AI كل يوم. جرب، افشل، جرب تاني. اعمل مشروع بسيط، تطبيق ذكي، قناة يوتيوب فيها محتوى مولد بال AI، مشروع صور أو صوت أو كتابة. استغل المحتوى اللي على اليوتيوب المجاني وتعلم خطوة بخطوة. بس خد بالك، اللي هيفضل يتفرج وما يتعلمش، الذكاء الاصطناعي ممكن يسرق شغله فعلا. لكن اللي يتعلم بسرعة هيكون من أوائل الناس اللي بيشتغلوا صح في وقت الكل فيه تايه. لو بتدور على شغل أو حلمك تبدأ مشروعك الخاص، الذكاء الاصطناعي مش عقبة، ده أسهل طريق للفلوس حاليا. كل اللي عليك تعمله، تعلم أداة واحدة بس كويس، صور فيديوهات عليها، اعمل خدمات على مواقع زي Upwork، أو حتى ابدأ كورس خاص بيك وبيعه. تعمليك اختار دلوقتي: تبقى شخص بيشتكي إن التكنولوجيا خدت مكانه، ولا شخص استخدم التكنولوجيا علشان يغير حياته؟ لو عايز تبدأ، القناة دي معمولة ليك. اشترك، فعل الجرس، واستعد للانفجار الحقيقي في مستقبلك.